السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني من آخر فيديو جديد. وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وندعي دعوة حلوة لأخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مباركا عاجلا غير آجلا، اللهم آمين يا رب العالمين. ندخل على الفيديو ونقول بسم الله يا بركة أسماء الله. النهاردة معانا القرص الدايبة، معانا 3 كيلو دقيق، عليهم سمسم وفانيليا، معلقتين من السمسم وظرف فانيليا. وبعد كده معانا لل3 كيلو دقيق كيلو سمنة. حابة تحطي كيلو ونص سمنة مفيش أي مشاكل، لكن هي كده كان مقدار مظبوط وكان كويس جدا معايا. وبنحط ذرة ملح، وبنحط حاجة اسمها محلب، وده بنجيبه من عند العطار، بنطحنه في المطحنة بتاعة الخلاط وبعدين بنحطه، هيبقى صار معايا دلوقتي. بعد كده بحط السمنة. طبعا السمنة بتكون معايا مقدوحة، ولكن أنا بسيبها تبرد شوية. أما بقى لو حضرتك عايزة القرص تبقى مقرمشة شوية، فلازم تحط السمنة مقدوحة يعني وهي سخنة، وتقلبي بمقلعة بقى، تحترسي ما تحطيش ايدك في الوقت نفسه، تقلبي بمعلقة لحد السمنة ما تبرد فتقدري تمسكي العجين. هنا كده انا كنت ببس العجين وبغلف كل العجين بالسمنة اللي انا حطيتها. طبعا انا مش بعمل كحك، في فرق بين القرص والكحك. في ناس بتزود للقرص دي السمنة، بتخليها زي الكعك، لكن لا، انا مش بزود لها. انا بعمل حاجة بين القرص الطرية وبين الكعك، حاجة وسط. فمقدار السمنة ده بيكون مظبوط معايا جدا وبيكون كويس. وحطيت كمان كوباية زيت. حطينا اللبن، الحليب، أو في بعض الدول بيسموه حليب. تقريبا كان معايا كيلو حليب. وحطينا كوباية زيت كمان. طبعا لو عندك سمنة بلدي تقدر تعملي خليط بين السمنة البلدي والسمنة النباتي، لكن للأمانة أنا كان عندي السمنة نباتي. ما نحاولش نعجن القرص كتير، بس نحاول ان احنا لحد ما الحليب يختفي او اللبن معانا كده بنقوم سايبينها. يعني ما بنديلهاش عرق عشان القرصه ما تبقاش، ما بنديش للعجينه عرق عشان القرصه ما تبقاش ناشفه معايا ومعضمه. فاحنا مجرد بس ما الحليب اللي معايا يختفي، طول ما العجينه محتاجه حليب انا بديلها حليب او لبن، طول ما هي محتاجه لبن انا بديلها. لغايه خلي بالك ان انواع الدقيق كمان يا حبيبتي بتختلف من نوع لاخر. لحد ما العجينة خلاص بتبقى مش عايزة حليب وخدت كفايتها، أنا خلاص بشيل إيدي منها. وهنا أنا بس بتوه الحليب، أنا عايزة الحليب يختفي عشان أشيل إيدي من العجينة، مش عايزة أفضل أعجن فيها على طول. واضح إن العجينة كانت محتاجة معايا حليب تاني. طبعا هنا حماتي ربنا يديلها الصحة بتحط على إيدي. فكل ما بنشوف إن العجينة محتاجة حليب بنحط لها. مجرد ما الحليب بيروح خلاص أنا بشيل إيدي من العجينة. كل ده انا بحاول ان انا اتوه الحليب في العجينه عشان ما احاولش اعجن فيها كتير. لكن حاولي ان انت وانت في المرحله الاولى بتبسي العجينه تبسيها براحتك. يعني ايه؟ يعني تغلفي الدقيق كله بالسمنه براحتك، لكن في العجن ما تحاوليش تعجني كتير. هنا خلاص العجينه خلاص لمت معايا ما شاء الله اهي، ما شاء الله اللهم بارك. العجينه لمت معايا وما عادتش محتاجه حاجه، فانا هلمها كده خلاص. شايفين العجينه ما شاء الله زي الملبن. وهحطها وهسيبها ترتاح لمدة نص ساعة أو 20 دقيقة، وهبدأ فيها أشتغل فيها على طول. لحظة اللي احنا في الحر ولازم ان انا اشتغل في العجينة على طول. شايفين العجينة معايا؟ غطيها بكيس كده ومش هتقل عليها حاجة، يعني يدوب غطا خفيف. وهبدأ اشتغل فيها على طول قدام الفرن، وانا قاعدة قدام الفرن انا وحماتي يعني اشتغل فيها على طول. طبعا كان عندنا ده بلح مش عجوة، ده بلح وعجناه، فصصناه من ناقة وعجناه وهنحشيه بالقرص. ولو في عجوة افضل، بس بالامانة البلح كانت سايحة في القرص وكانت تحفة. مع بعض كده نفتكر المقادير او نذكر بعض بالمقادير. 3 كيلو من الدقيق، محتاجين كيلو من السمنة او كيلو 100 جرام، محتاجين 3 معالق من السكر، محتاجين ظرف فانيليا، باكت خميرة. لو انت ضامنه الخميرة بتاعتك ما تعمليش اختبار خميرة، لو انت مش ضامنها اعملي اختبار خميرة. يعني مع دوبي الخميرة بتاعتك في كوباية من اللبن وشوفيها هترتفع او هتعمل فقاقيع كده على اللبن ولا لا. محتاجين كيلو ونص من العجوة. طبعا العجوة عندي انا ما كفتش، عشان كده كملت بقية القرص سادة. ومحتاجين ذرة من الملح، وعندي فانيليا. طبعا شفنا المقادير على بعض وانا بحطها. وما عندي كمان حاجة اسمها محلب، قلت ان انا بجيبه من عند العطار وبطحنه في مطحنة الخلاط، بحمصه على النار زي الفلفل الاسمر،
بطحنه في مطحنة الخلاط. فايدته ايه؟ بيطعم معايا القرصة وبيخلي القرصة معايا خفيفة وهشة. اسمه محلب. هنا كنت انا بقطع القرص كده، بقرصها، وبعمل كمان العجوة او البلح دواير كده عشان احشي بيها القرص. طبعا لو انت هتنقشي القرص بتاعتك عايزة النقشة بتاعتها تكون واضحة، ما تحطيش بيكنج باودر. لو انت هتعملي القرص سادة بدون نقشة حطي بيكنج باودر، لان البيكنج باودر بيضيع النقشة معاكي. احنا بقى كنت انا بقطع القرص كده، واحنا بدأنا فيها على طول يا بنات، ما سبناهاش لما تخمر وترتفع، عكس اي عجين تاني. يعني اي عجين تاني ممكن ان انت تسيبيه ان هو يخمر في الطبق، ياخد كفايته في الخميرة. لكن انا ريحت العجينة 20 دقيقة وبدأنا فيها على طول، خصوصا اللي احنا الجو حر اليومين دول، ما احناش في السقعة، عشان ما تسحش مني. طبعا المرحلة الاولى اللي هي بس العجينة او تغليف العجينة بالسمنة بتبقى مهمة جدا. ليه؟ لان هنا مش بتخلي القرصة تطرد السمنة. شايفين؟ هنا طبعا بقى كنت بقى بقطعها كده اجزاء، والمفروض خطوة العجوة دي كنت اعملها قبلها بوقت، بس بصراحة هي اجت او هفت في دماغنا كده في ساعتها فقلنا نعملها. حتى انا ما كنتش عاملة حسابي اللي انا اجهز معاكم الخطوات كلها خطوة بخطوة. فبنقوم الصبح مش بنلاقي يعني حاجة ناكل بها الشاي او كده، فقلنا تبقى دي حلوة، تاخدي قرصة كده مع الشاي الصبح كده، او حتى بعد الغداء او في اي وقت. الواحد ما عادش بيعرف يشرب كوبايه الشاي لما يكون في بلحه معاها قرصه، بسكوته، اي حاجه مع كوبايه الشاي. هنا بنتي بقى قاعده بتتسلى على العجوه، وهي اصلا كميه العجوه قليله ومش هتكفي القرص، وهنعمل بقيتها ساده. قلت لها لا، اركنها على جنب كده، انت تقعدي تتسلى عليها، هي بتحبها يعني. فقلت لها لا، انا ابدا اشغلها بايه؟ قلت لها اعملي زيي كوري زيي. هي عامله زي الصنقر المسنقر اللي قاعد يتسنقر، وكل شويه ياخد لي حته عجوه ياكلها. فهي بتبص انا بعمل ايه عشان تعمل زيي، لكن مفيش فايده. شايفين الصنقر؟ خلاص يا بت بقى. والله انا ما خدتش بالي في الفيديو، يعني ما خدتش بالي لو انا بمنتج الفيديو، يعني خدت بالي ان هي اكلت عجوه اكتر من حاجتها وانا بمنتج الفيديو. بألف هنا. انا كنت بعمل تجويف كده في القرصه، وكانت البلحه سايحه معايا، مش محتاجه ان انا افرد البلحه قبل ما احطها القرصه. وكده كده انا هبطط القرصه، او ان انا هضغط القرصه بالمنقاش الخشب اللي محطوط على الطبليه ده، فهتندمج مع بعضها، هتنفرد مع بعضها. يعني لو انت العجوه بتاعتك جامده ابقي افرديها الاول قبل ما تحطها في القرص. هنا بقى بدات اشغلها، قلت لها اشتغلي معايا في اي حاجه طالما انت قاعده تاكلي كده وخلاص. عايزه اقول لكم ان الكميه كانت حلوه جدا، يعني 3 كيلو دول كانوا كميه مناسبه جدا لينا بصراحه. وكمان عايزه اقول لكم حاجه، ان لو انت حابه تكتري السمنه وتعمليها دايبه كده زي الكعك مفيش مشاكل، اعمليها، لكن المقدار ده كان مظبوط معايا وكان حلو. وقلنا لو انت حابه القرص تبقى مقرمشه حطي السمنه سخنه مقدوحه جامد، حباها عاديه دايبه حطي السمنه، اقدحي السمنه. طبعا بتقدحي السمنه عشان بتبقى عامله زي الماده الحافظه، لو انت سبت القرص ما تفتولش معاكي وتبقى مش كويسه، او تترمى او تعفن او كده. فانت لازم تقدحي السمنه، ما تحطيش ان السمنه من غير قديح، لازم تتقدح. وتحطي في السمنه الملح اللي هتحطيه في القرص تحطيه في السمنه وهي بتتقدح على النار، ما تخافيش مش هيفرقع ولا حاجه. هنا المنقاش ده كانت القرص بتلزق فيه كده بتعذب، فبدأنا نعمل باللي هو الخشب التاني الضغط. القرص طبعا بتبقى لما تبقى خصوصا عامله كميه كبيره بتبقى عايزه ايدين كتير تشتغل معاكي. يعني
يعني بتبقى عايزة حد يقرص وحد يكور وحد يكور العجوة وحد يقرص القرص وحد ينقش بالمنقاش وحد يبطط وحد يقعد قدام الفرن، فبتبقى عايزة كام ايد شغالة مش ايد واحدة. هنا طبعا بدأت استغل بنتي، قلت لها يلا بقى اشتغلي كوري. طبعا كانت بتكور العجوة كويرات كبيرة، اقول لها صغري شوية، لا هي بتكبر. هنا بتوريكوا واحدة اهي تقول لكم شوفوا انا بعمل ايه، فرحانة بنفسها البيت. طبعا احنا كان معانا 3 مناقيش، اللي هو المنقاش البلاستيك ده والمنقاش الستانلس والخشب، لكن بأمانة كان أحلاهم الخشب، كان بيفرد القرصة فردة حلوة وخلاها بمستوى واحد. لكن القرصة كانت في المنقاش البلاستيك بحس ان هي تخينة شوية، يعني كان عايز تقريصة أصغر شوية، هو أصلا منقاش معمول للمناء أو للكعك. هنا منمن حبيبتي بقى كانت قاعدة ايه بتجتهد على قد ما تقدر، وقاعدة بتساعد مامتها، حبيبة قلب لماما. طبعا في قناة في اليوتيوب أنا بحبها جدا يا جماعة، اللي هي قناة محى ياسر. يعني بحس الست دي قد ايه ما شاء الله عليها، يعني نفسي قناتي تبقى ذرة من قناتها. نفسي أنا نفسي بيعجبني شخصية محى جدا، بيعجبني طبيعيتها قد ايه هي على الطبيعة، يعني تلقائية جدا. اكتر حد يعني شجعني ان انا اعمل قناه هي قناتها. على فكره مفيش معرفه بيني وبين محى خالص، بس انا بحب اتفرج على فيديوهاتها، بحب اشوف قناتها، بحب اشوفها دايما مع عيلتها، عيله ما شاء الله، ربنا يبارك لها في اولادها يا رب، هي ونعم الام. بدأت من الصفر، الوقت قناتها ما شاء الله، حد محترم جدا ويحترم. حابة قناتها، يعني ايه، حبيت اقول لكم ان من اكتر القنوات اللي بحبها على اليوتيوب هي قناة محى ياسر، ربنا يبارك لها في ولادها يا رب وفي جوزها. اولا ما كانش في دماغي ان انا اعمل قناة خالص، ولا كان لحد ما كنت بشوف محى وكده، فقلت طب ليه ما اعملش انا كمان قناة. اي نعم، انا يستحيل ان انا اوصل ربع محى ياسر، ولكن محاولة، يعني بحاول. محى من الناس المحترمة جدا، من الناس اللي كونت نفسها بنفسها، ما اعتمدتش على حد، بيعجبني فيها براءتها، صراحتها، شغلها واجتهادها، احترامها لنفسها ولمتابعينها ولزوجها ولأولادها. برافو محى ياسر، تفوقتي على نفسك، تفوقتي على يوتيوبرات كتير في مصر. فيديوهاتها البسيطة اللي بتعلمنا حاجات كتير يعني. والله هنية لجوزك وأولادك بك يا محى بجد. نرجع للفيديو بتاعنا. طبعا هنا كنا بنخلص كده، أو مش راضي يخلص للفيديو ما تخلص بقى شايفين الاستغلال بتاعي، بستغل البيت الاستغلال الأمثل. هتقرفيني تعالي اشتغلي أنا بحب أشارك الولاد معايا في الشغل، خصوصا لو كانت بنوتة، يعني هي بتيجي جنبي بتشوفني بعمل، فأقول لها اشتغلي معايا، شاركيني، المشاركة حلوة. هنا البت مصممة توريكوا برضو. هنا الصينية اهي، طبعا التسوية شايفين بقى درجة الفرن، درجة حرارته، شايفين النار لازم تكون واطية، القرصة تستوي من بره من جوه، وطبعا تحت كمان واطية. وخلي بالكم كمان ان انا بخبز على البلاطة وعلى صينية، مش على البلاطة مباشرة. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب في القناة فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.